السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم اللحم بالبرقوق اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما نطولش عليكم نخليكم مكونات اللحم الغنمي اللي كتبقى الكميه على حسب عدد افراد الاسره. عندي واحد جوج بصلات كبار مشنفين، عندي واحد 4 الفصوص ديال الثومه محكوكين، واحد 3 المعالق كبار ديال القزبر معدنوس مقطعين، عندي الملح على حسب الذوق، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، واحد نص معلقه ديال القرفه مطحونه، واحد طريف ديال الخدنجال، واحد ضامه ديال الزعفران، واحد 4 العواد ديال القرفه وشويه ديال الزعفران الحر. ومن طبيعه الحال عندنا البرقوق اللي غادي نخضروا به. كناخد اللحم كنديرو في طنجره ديال الضغط، كنزيد عليه ديك البصله اللي مشنفه، غادي نزيد عليه الثومه، كنزيد عليه الربيع، وغادي نزيد عليه التوابل، وغادي نفتت ديك الضامه ديال الزعفران، وكنحك بصباعي داك شويه ديال الزعفران الحر، وغادي نزيد واحد 2 كيسان ديال الماء، وكنخلي اللحم ديالنا كيتقلى فوق البوطه.
واللحم ديالنا من بعد ما طاب كنحيد عليه الغطايه ديال الطنجره وكنخليه كيتحمر، وكتشرب ديك المريقه باش كتجي خاطره ومعلكه. وهنايا غادي نقدمو معكم في طبق التقديم. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اللحم بالبرقوق. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من لي لايك، واللي اول مره كيشاهد القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، وهذا فضلا وليس امرا. وكنبغي نشكر جميع المتتبعين والمتتبعات اللي كيشجعوني وكيساندوني وكيدعموني دائما. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، والله يكثر خيركم، ومع السلامه. فيديو جديد.